أهلا. معانا مجموعتين، المجموعة الأولى الحجر الأورنج، المجموعة التانية الحجر الأصفر. اكتب في الكومنتات أنوي أن أستقبل الطاقة. يلا بينا كده نشوف كارما الشخص اللي ظلمك أو أذاك. كارما الشخص اللي ظلمك أو أذاك، عقابه. خلينا نشوف طاقتك الأول يلي بتسمعني عشان تعرف هل القراءة دي منطبقة ليك ولا لأ. هنشوف طاقتك. نستحضرنا روح الشر والزعل اللي جواك ولا ايه؟ طيب طاقتك يلي بتسمعني في الوقت الحالي، انت ممكن بقيت خايف جدا، بقيت مش بتثق في حد. ممكن كمان بيتقدم لك عروض عاطفية كتير، بس انت مش بتثق في حد ومش بتدخل حد في حياتك، رافض تدخل حد جديد في حياتك رغم انه بيتقدم لك يعني عروض عاطفية جديدة. متردد جدا وخايف. شايفاك يعني بقيت طول الوقت جهازك العصبي شغال، بتفكر كتير، مشغل دايما وضعية الدفاع، بتفكر كتير وتخطط وتحلل كل حاجة وتحاول دايما تتعامل بذكاء حتى في المواقف العادية. يعني إنسان بيكلمك عادي يقولك صباح الخير مثلا، لا انت بتقعد تفكر كتير، يعني عايز مني ايه وصباح الخير دي يقصد بيها ايه وليه بيقولي صباح الخير بالذات، يكون عايز مني مصلحة مثلا. فانت طول الوقت بتفكر كتير قوي وبتشغل دماغك حتى في الحاجات اللي هي مش مستاهلة. ده بسبب اللي انت تعرضت للرفض زمان، او في حد حسسك بالنقص، في حد دايما كنت بتحارب معاه وتحاول طول الوقت تخانق معاه وتكون في صراع معاه عشان بس تثبت حقوقك او تثبت ان انت مش قليل او ان انت مش مرفوض. قعدت فترة كبيرة في النزاع ده. المشكلة ان انت بتراقب الشخص ده في الوقت الحالي، انت حاسه مبسوط سعيد ولا كأن اي حاجة يعني جاته، يعني شايفه مستمتع كده بالحياة، عايش تجربة جديدة ممكن، أو سعيد، مش حاسس انه انه ربنا جاب لك حقك منه ولا حاجة. يعني انت حاسس انه عايش اهبل في الحياة ومش شايف حاجة ومش حاسس بحاجة. انت ممكن منتظر الشخص ده يجيلك عشان تقوله خلاص بطلنا مش عايزينك، يعني عشان ترد اعتبارك مش اكتر ولا اقل. يعني عايزه يجي عشان تعيشه احساس الفقد والحرمان والخسارة اللي هو عايشك فيها. شايفاك برضو بتدعي ربنا كتير قوي ممكن بقى على الشخص ده انه يخسر بقى فلوسه ويفارق حد بيحبه. شايفاك بتدعي على الشخص ده او بتدعي ربنا كتير. عموما مش شرط انك تكون بتدعي على الشخص ده، بس انت بتدعي ربنا كتير. ممكن بتدعي يعيش في نفس المشاعر اللي عايشها لك. طيب خليني اشوف الشخص ده طاقته ايه في الوقت الحالي، وايه الكارما اللي هتصيبه. هل هتصيبه في ماله او في صحته او في علاقاته العاطفية، في اهله؟ هنشوف في سمعته الاجتماعية مثلا. خلينا نشوف. اول حاجة هنشوف طاقة حبيبك اللي اختار الحجر الاورنج. طاقة حبيبك ايه؟ طاقة حبيبك اللي اختار الحجر الاورنج. طاقة حبيبك ايه اللي اختار الحجر الاورنج؟ والله يا طاقة حبيبك بتقول ان هو كان بيتلاعب عليك بالكلام كتير، وكان بيقعد يفكر كتير ازاي يصيغ الكلام بطريقة تجرحك، ازاي يحسسك ان هو ما بيحبكش عشان يبقى مسيطر ومتحكم في الموقف، او تفضل دايما تحت طوعه، تحس ان هو القائد بتاعك فتسمع كلامه. يعني كان بيشوف علامات عدم الرضا في وشك،
وان انت متضايق منه، كان برضو بيكمل في اللي هو بيعمله علشان يوريك ان هو قوي او قاسي او ما عندوش قلب. طاقته برضو شايفاه انسان شوية مركز على ذاته، مستقبله ووضعه المالي، اناني شوية، شايفاه برضو عصبي، شايفاه برضو بينفعل في الكلام كتير، شايفاه برضو انسان بارد، شايفاه يعني اتصرف كل التصرفات دي وكان مفكر ان هو ذكي، وفي الاخر هو دلوقتي مش مستفيد اي حاجة لما انت رفضت تكمل معاه العلاقة بالطريقة دي، لان هو كان معيشك على الحرمان والفقد والخسارة والمعاملة السيئة. فلما انت رفضت تتعامل معاه بالطريقة دي او تكمل بالشكل ده، هو بيقول انا استفدت ايه دلوقتي من الغدر اللي انا عملته او التصرفات السيئة اللي انا عملتها في حقك؟ ولا حاجة. فالشخص ده منتظر لعل وعسى يحصل حاجة جديدة في المستقبل، بس هو لازال عنده طاقة انجذاب اتجاهك. الشخص ده يعني ممكن يشيلك الهم، يعني ملامحك كبرت في السن من كتر تعاملك مع الشخص ده، بس هو لسه معجب بيك، منجذب ليك جسديا، لسه شايفك جميل، بس هو ممكن طفى روحك او خلاك من روح شاب لروح حد عجوز يعني. طيب خليني كده اشوف، بس حتى وانت روحك عجوزة لازال برضه معجب بيك وبيحبك يعني. هنشوف الكارما اللي هتصيبه دي هتصيبه في ايه. هنشوف هل الكارما دي هتصيبه في المال، هل هتصيبه في علاقاته العاطفية وازاي، هل الكارما دي هتصيبه في أهله أو علاقته مع أهله، هل الكارما دي هتصيبه في العمل، هل الكارما دي هتصيبه في الصحة، هل الكارما دي ممكن تصيبه في سمعته. هنشوف في كل جانب من جوانب حياته هيبقى ماشي ازاي، مش هنسيب له جنب يتقلب عليه. خلينا كده نشوف اول كارت المال. والله انا شايفة في المال انه عايش في وهم كبير، عايش في صراع، في خيالات، محسود في وضعه المالي. طيب خلينا نشوف في العاطفة، هل هو يعني الكارما دي ممكن تسيبه في العاطفة. والله انا شايفة انه في العاطفة هيقع في حب انسان اناني مش بيحب غير نفسه. ممكن يقع في حب، لو راجل هيقع في حب بنت قوية جدا مستقلة قوي، ما بتحبش غير نفسها وشغلها، وعندها طموح وعملية جدا ناجحة، بتسافر مستقلة جميلة، لان هو ممكن مش بيختار اي حد وخلاص. فممكن البنت دي هيبقى يعني هو بيحبها بس هي ما بتحبش حد غير نفسها. ف ممكن تصيبه جدا كارما في العاطفة. خلينا كده نشوف في الأهل. والله هو في الأهل ممكن يحصل حادثة يخسر فيها يعني حد بيحبه، ومش حد، ممكن اتنين كمان، اتنين من الأشخاص اللي بيحبهم، ممكن والده ووالدته أو حاجة. في الأهل شايفة الصدمة الكبيرة أو الكارثة الكبيرة. ممكن شايفة برضو لو مخبي أسرار على أهله أو بيحاول يخبي حاجة عنهم، فالأسرار دي هتتكشف ويعني هتتفضح بطريقة مش طبيعية. في أسرار وخروج أسرار كتير من أهله وبيته للعلن. ممكن والده ووالدته يتطلقوا، مشاكل أو فضايح تخص العيلة هتطلع برا. خلينا كده نشوف في العمل. والله العمل أنا شايفة أن شخصيته
ممكن إنسان غير قنوع غير راضي، يعني دايما وضعه المالي كويس أو ربنا كرمه أو رزقه، بس هو إنسان مش قنوع، دايما زعلان، دايما حاسس إن اللي معاه مش كفاية، ما عندوش رضا، بخيل جدا، طماع قوي. يعني أموره مستقرة، وضعه المالي كويس للأمانة مش هكدب، بس مش راضي، مش سعيد، مش مبسوط بده، مش شايف إن هو محقق حاجة. طيب خلينا كده نشوف السمعة. لا، انا شايفه ان سمعته في العمل هتبقى كويسه، يعني شكله قدام صحابه في العمل او زمايله في العمل هيكون كويس. لا، مش شايفه حاجه ممكن تصيب سمعته او شكله من بره. الصحه. والله الصحه انا شايفه ان هو حبه الكتير للفلوس والاشياء الماديه مخليه مش مرتاح، وده بيسبب له ممكن توتر، ضغط، بسبب حبه الشديد للفلوس وتقديره الزيادة للماديات والحياة المادية. ده هيخليه يعني هيخليه ما يتوازنش في حياته، دايما بيركض ورا الماديات. هتلاقيه بيحب الأشياء المادية كلها، ما عندوش أي صلة روحانية بربنا ممكن. شايفة صحته لا، يعني مش هيبقى عنده مشاكل صحية الشخص ده. طيب خليني أشوف ربنا هيجيب لك حقك منه ازاي الشخص ده. ربنا هيجيب لك حقك منه ازاي؟ ربنا هيجيب لك حقك منه ازاي؟ والله هو الشخص ده لو سابك واختار طرف تالت او راح لحد تاني، فانا شايفة ان ربنا هيجيب لك حقك منه ازاي. الشخص ده يعني هيترفض من الشخص اللي هو سابك واختاره او رفضك علشانه، هيعيش معاه مشاكل سلبية جدا، هيحس بضغط شديد، تعب، أرق. شايفة كمان الشخص ده هي يعني الأيام هتدور وهيجيلك هو يطلب حبك أو يطلب رضاك، يقرب منك، بس أنت هتقفل الباب في وشه. ف يعني حقك هيجيلك من الشخص ده، هيتعرض للرفض، هيمر بمشاكل كتيرة مع طرف نرجسي ومش هيخلص منه، ممكن كمان يوصل الموضوع للمحاكم أو مشاكل كبيرة قوي، مشاكل يتدخل فيها الأهل والأقارب. شايفة مش هيخلص من الطرف ده ساهل، ممكن كمان يلجأ للقضاء عشان يخلص من الشخص ده ومن ظلمه عليه. وشايفة ان هو طرف يعني زي الشيطان كده لازق، ويعني مش هيخلص منه بسهولة. شايفة الشخص ده بعد ما يمر بالسحلة الفظيعة مع الطرف التالت ده، الشخص ده هيجيلك يفتح بابك تاني، أنا بحبك، بس أنت مش هتبقى بتثق فيه، هتبقى حاطط حدود بينك وبينه، هتقفله بالسيف، يعني هتكمل عليه انت كمان. صراحة مش شايفة انك هترحب بيه او تبقى عايز ترجع له. شايفة الابراج اللي ظهرت معايا: الميزان، الجدي، الحوت، الثور، العذراء. لو برجك مظهرش مش معناه ان القراءة مش ليك، عشان يعني ما اقعدش اغني 500,000 مرة يعني. ما ننساش نحط لايك ونكتب في الكومنتات انوي ان استقبل الطاقة. ناخد لكم نصيحة، ناخد نصيحة عشان برضو ايه ما نسيبكش كده محتار، يعني نصيحة ليك بشأن الموضوع ده، نصيحة ليك بشأن الشخص ده. نصيحة ليك والله هي نصيحة ليك، يعني انت في حد
خلال عدتين هيكلمك، هيدخل البيت يكلم اهلك قاصد منك الزواج. شايفاك هيبقى عندك طاقة زواج رسمي، في حد هيجي يكلم اهلك، ممكن حد من جيرانكم او قرايبكم او معارفكم. الشخص ده يعني هيجي ان هو طالب الجواز، عايز يتجوزك. ممكن برضو اموره كويسة او مناسب ليك، اوضاع المالية كويسة. انصحك تقبل الشخص ده وتتواصل معاه كويس، او خد قرار بالجواز لو انت يعني متردد في القرار ده. لا، انا شايفة ان انت عندك زواج. للبعض ممكن هيكون خلال سنتين للأمانة، وللبعض الآخر ممكن الجواز هيكون يعني خلال 6 شهور الجايين. فنصيحتي ليك لو انت مش متجوز اتجوز، لو انت متجوز اكتفي بالطرف الرسمي اللي في حياتك وبأولادك، وصلح علاقتك مع زوجك، لان هو ده شريك حياتك اللي هيكمل معاك على طول. طيب سلم الامور برضو لربنا يعني. انت عندك عجلة الحظ دي المصير مع كارت برضو اللي بيعبر عن الاله، فربنا برضو مصيرك في ايديه برضو. فانت تخلي بالك ان تسلم امورك لربنا، وربنا هيختار لك الانسب ليك. لان انا شايفه ان انت هتكمل مع شريك شبهك او مناسب ليك في اوضاعه الماليه والعمليه. شايفه ان انت هتعيش مرفه ومستقر مع شريك حياه يعني يحبك. وكمان عندي هنا كمان الكارت ده كان موجود، كارت الاطفال، البيت، الاساس الحلو. فالمناسب ليك هو اللي بيكمل. طيب خلينا كده نشوف اللي اختار الحجر الاصفر. طبعا ما ننساش اللايك والكومنت. اللي اختار الحجر الاصفر، خلينا كده نشوف طاقتك ايه في الوقت الحالي. طاقتك ايه في الوقت الحالي اللي اختار الحجر الاصفر؟ والله هو اللي اختار الحجر الاصفر، طاقتك ممكن بتقول ان انت يا اما في علاقة ثلاثية او اوريدي مرتبط فيه في حياتك حد، شايفاك مستقر شوية او مرتاح نفسيا، سعيد، عرفت تتوازن في حياتك. ممكن بتخرج مع اصحابك لو انت مش مرتبط، فشايفاك سعيد، شايفاك مستقر ومتوازن جدا نفسيا. شايفاك كمان يعني بتقدر الفرصة الحقيقية والمادية، بقيت أكثر عملية وواقعية، وبقيت هادي وبطيء عن زمان كتير. زمان كنت انت متسرع ومندفع، ممكن دلوقتي بقيت أكتر هدوء وأكتر اتزان، وعارف ان الحاجة المناسبة ليك هتجيلك في الوقت المناسب، وعارف تقيم الشخص اللي بيحبك بجد من الشخص اللي بيستغلك. شايفة طاقتك ممكن مشغول الفترة دي في حاجة أو بتحاول تعمل حاجة معينة، بس ممكن عندك حب أو تعلق وانجذاب شديد اتجاه حد، عندك طاقة جسدية وانجذاب لحد معين. بتحب حد بقوة، تحاول تشغل نفسك عشان ما تفكرش في الشخص ده، بس انت بتفكر فيه كتير قوي. شايفة طاقتك مش قوي ومش مستسلم، بس مش مانع نفسك من التفكير. يعني بتشوف شغلك وحياتك، ولما تكون فاضي كده تفكر في الشخص ده، يعني مش رافض فكرة انك تفكر فيه. خلينا كده نشوف كارما الشخص اللي ظلمك. خلينا الأول نشوف طاقته، طاقة الشخص اللي ظلمك ايه في الوقت الحالي. كروت كارما الشخص اللي ظلمك في الوقت الحالي. طاقته ايه دلوقتي؟ والله هو طاقة الشخص ده بتقول انه ممكن هو اللي قاعد يتنطط لحد ما العلاقة بينك وبينه انتهت، وهو دلوقتي حاسس بالخذلان،
متأثر جدا من بعد ما العلاقة دي انتهت، عايز معاك بداية جديدة. ممكن الشخص ده يكون أهله ورطوه في علاقة مع طرف تالت أو حاجة، بس هو لسه بيحبك. بس ممكن الشخص ده يعني محتار أو مشتت تايه، معرفش ممكن ياخد قرار مع الأهل. ممكن كان في مشاكل، سبب مشاكل كتيرة قوي، يعني أو خاف إن هو أصلا يدخل في مشاكل مع أهله بسبب يعني اختيارهم لشريك حياته أو تدخلهم في حياته. فالشخص ده قاعد صابر وبيفكر، وواضح إن هو محتار وبيمر بمشاكل وظروف كتير قوي، ولكنه واقف بيتفرج. يعني مش شايفاه إن هو ليه طرف في حاجة. ممكن الآخرين كلهم متدخلين في حياته إلا هو يعني هو قاعد كده مشتت محتار، مش عارف ايه الصح او ايه اللي ممكن يتعمل. صابر وخلاص، صابر الصبر السلبي، يعني مش صابر اللي هو بيسعى او بيعمل حاجة ويصبر، لا، هو صابر بشكل سلبي جدا ومتقبل الوضع الحالي اللي هو مش عاجبه. سامح لأهله ان هم يتدخلوا في حياته، ملوش شخصية. يعني بيحب أهله ممكن جدا، فممكن اختار كلام أهله أو سمع كلام أهله وندم يعني، بس مش عارف يتصرف ازاي. طيب خلينا كده نشوف الكارما اللي هتصيب حبيبك ده اللي ظلمك أو أذاك، هتصيبه في ايه؟ هل هتصيبه في المال ولا في الصحة ولا في العمل ولا في ايه بالظبط؟ خلينا كده نشوف كارما المال. في المال الشخص ده هيبقى وضعه عامل ازاي؟ ده في المال. بعد كده خلينا نشوف في العاطفة. خلينا نشوف علاقته مع أهله. خلينا نشوف علاقته بالعمل أو في العمل. خلينا نشوف سمعته. خلينا نشوف الصحة. يبقى كده خلينا نشوف أول حاجة في المال، وضعه في المال هيكون عامل ازاي. والله هو الشخص ده في المال يعني ربنا دايما مخليه يبص بقوة أو بنظرة بعيدة قوي لدرجة هو ما يستحملهاش. يعني مثلا بيبص طموح اوفر، يعني مثلا بيبص على الناس اللي عندها فيلل وعربيات ورينج روفر، وهو اصلا مش لاقي يعني مش لاقي يخيط هدومه. دايما متعلق بآمال بعيدة، فيصاب دايما بخيبة أمل. عنده دايما إحباط، مش عارف يوصل للي هو عايزه، بيتمنى أمنيات بعيدة ومستحيلة وصعبة التحقيق، فطول الوقت عايش إنه عاجز أو مش عارف يوصل للأهداف المالية بتاعته، لأنه بيحط طموحات غير واقعية. يعني أنا مثلا عايز 10 مليون الشهر ده وأنا أصلا راتبي 3000 جنيه، طب إزاي؟ دي يعني ايه الكارما اللي بتصيبه في المال. خلينا كده نشوف العاطفة. والله انا شايفة ان في العاطفة يعني ممكن يرتبط بحد بيكذب عليه، حد لابس قناع مزيف، لان عندي هنا كارت السبع سيوف وملكة السيوف. ممكن ست قوية جدا وذكية وبتكذب كتير، ممكن تديه وعود بالزواج او الخطوبة وفي الاخر ما يحصلش على حاجة يعني، فهو مع حد بيكذب. خلينا كده نشوف الأهل، علاقته مع أهله. والله علاقته مع أهله دايما بيبقى أهله عايزين ياخدوا راتبه أو فلوسه، متسلطين عليه وعلى رزقه، واقفين ضده وضد طموحاته. فعلاقته مع أهله مش أحسن حاجة، دايما فيها شد وجذب. دايما بيشوف إن أهله معارضين ليه، ما بيدعمهوش في أهدافه، بياخدوا ممكن فلوسه منه ما بيدلوش حاجة. طيب علاقته مع العمل، الزملاء في العمل. والله هو يعني علاقته بالزملاء في العمل هو واضح ان هو يعني حد ممكن ما عندوش غير صديق واحد او حاجة، ما فيش في حياته اشخاص كتير يعني. شايفة يعني في العمل
وضعه دايما متذبذب، شوية حلو وشوية ركود وكسل وخمول، شوية حلو وشوية والكيرف ينزل ويطلع وهكذا. تو اوف بنتكل. طيب وضعه في سمعته. والله هو سمعته الناس فاهمة عنه غلط، شايفاه مرزق، شايفاه معاه فلوس كتير، شايفاه ربنا كرمه كتير، شايفينه بيشتغل ويشقى معاه فلوس كتير، فالناس شايفاه بصورة حلوة. شايفة يعني شكله قدام الناس برضو منظره كويس، والناس شايفاه مليونير يعني، ويمكن هو ده اللي فقره يعني. خلينا كده نشوف الصحة. لا، الشخص ده ممكن يمر بوعكة صحية أو مشاكل صحية. شايفة يعني دايما مكتئب، دايما نفسيته حزينة، شخص بائس جدا، وعلى طول بيبص على الحاجة اللي مش في ايده، على طول بيبص على الحاجة اللي خسرها، على طول بيبص على الحاجة اللي مش ملكه، الحاجة اللي فقدها يقعد يعيط عليها. فهو حد دراما قوي سلبي، وعلى طول بيبكي على الحاجات اللي مش في ايديه وما بيبصش على اللي معاه. فهو حد مش متفائل خالص ومش ايجابي، وده ممكن يأثر على صحته النفسية، ممكن عنده مشاكل بسبب الموضوع ده. بس المشاكل دي مش ظاهرة للناس، يعني هو بينه وبين نفسه بي يعني بيخبي تعبه ومرضه، ومحدش يعرف عنه حاجة، الكل يشوفه يحس ان هو سليم او مفهوش حاجة، بس ده مش حقيقة يعني. هو عنده داخليا كوارث، ممكن مكتئب جدا، حزين. شايفة كمان يعني أعصابه طول الوقت منهارة ممكن. طيب خلينا نشوف ربنا هيجيب لك حقك من الشخص ده ازاي. ربنا هيجيب لك حقك من الشخص ده ازاي. ربنا هيجيب لك حقك من الشخص ده ازاي. ربنا هيجيب لك حقك من الشخص ده ازاي وامتى. والله انا شايفة ان ربنا هيجيب لك حقك من الشخص ده ازاي. انا شايفة ان الشخص ده دايما هيبقى فقير او اوضاعه المالية مش كويسة. شايفة كمان البروكن هارت، 3 سيوف، ممكن يتعرض لأسحار أو طاقة سحر، وبرضه عنده كسرة قلب. شايفة ان هو الشخص ده ممكن يتجوز ويستقر، ويفكر ان جوازه ده هيبقى سعيد، ولكن هيكتشف بعد الجواز انه اخد خازوق كبير، 10 سيوف مرة واحدة بعد 10 كؤوس. يعني مفكر انه خلاص لقى حب حياته او هيبقى سعيد في حياته، او خلاص اختار الشريك الصح وهيستقر ويأسس أسرة وبيت ويحلم وبتاع. فجأة هيصطدم بأرض الواقع ان الشريك مش زي ما هو فاكر، مش زي ما هو كان بيحلم، مش هيعيش معاه اللحظات اللي هو كان بيفكر فيها. شايفة كمان هيبقى فيه برود جنسي، ان ممكن الطرف ده يتجاهله جسديا ويتجاهل رغباته الجسدية، فهيهمله جدا ويهمشه من الناحية الجسدية. شايفة كمان مش هيسلم من الكلام، ممكن يعني لما يتجوز يطلق بسرعة، فالناس كلها هتتكلم عليه، ففي ان حد هيتكلم عليه في ظهره كتير قوي. شايفة كمان هيبقى عنده نظرة للمستقبل ان انت تديه فرصة تانية، بس انا شايفاك خلاص حطيت حدود صحية بينك وبين الشخص ده عشان تمنعه من دخول حياتك. خلينا كده ناخد لك نصيحة يعني ليك في العلاقة دي. انا شايفة يعني حقك ممكن يجيلك خلال 10 عدات، ممكن 10 في شهر 10 او 10 شهور يكون الشخص ده اتجوز او ارتبط. عموما خلينا كده نشوف نصيحة ليك. نصيحة ليك.
والله انا شايفه نصيحه ليك، ما تفضلش انت كمان ما تقلدش الشخص ده، ما يبقاش حياتك سعيده وقاعد باصص على الجزء السلبي بس اللي في حياتك، ما تكونش انسان سلبي وطول الوقت باصص على اللي مش عندك. وقاعد زعلان ان انت مثلا ربنا ما وفقكش في قصتك مع الشخص ده، وسايب مثلا علاقتك اللي في الوقت الحالي، سعادتك الحالية، اسرتك، عيلتك، الناس اللي حواليك، شريك حياتك اللي اخترته او الشخص اللي في حياتك، لو مش في حياتك حد في عيلتك واهلك ناسك، سايبهم كل ده وقاعد حزين وزعلان ومستني ان اسرار الشخص ده تتفضح، ربنا يوريك فيه فضيحة او مصيبة. مش شرط يعني الموضوع او الخبر يوصل لك في الوقت الحالي. انت ممكن رافض تحب حد او متعلق بيه لحد دلوقتي ومستني لما يعني ربنا يوريك اكتر حاجة يعني، او تتحرر من الشخص ده. يعني انا شايفة نصيحة ليك، عندك انت طاقة استقرار مالي، ممكن سفر، طاقة تحرر. اتحرر من القصة القديمة ومتفضلش متعلق بيها، وما تقعدش تنتظر اعتذار من الشخص ده او تنتظر ان ربنا يوريك فيه اخبار مش حلوة. اتحرر واطلع لقدام، استقر مع عيلتك، ركز في حياتك الأسرية والعائلية، ركز في استقرارك المالي. ما تكونش قاعد طول الوقت يعني متضايق او حزين من اللي حصل في الماضي ومستني يعني ربنا يجيب لك حقك، يعني مش هتبسط او مش هعيش يومين حلوين على بعض. لا، تخطى الموضوع، ما تفضلش شايل هم العلاقة دي. يعني ضحي بالقصة، تخلى عنها وبطل تفكر فيها يعني. متنساش اللايك ونكتب في الكومنتات انوي ان استقبل الطاقة دي. كانت قراءة يعني طلبوها مني واحدة في القناة. اكتب يعني ايه القراءات التانية اللي انت حابب ان احنا نعملها. باي.